قرية قراكوبري الكردية المتألفة من عشيرتين: عشيرة رشوان الكردية وهم من سكان القرية الأصليين، وعشيرة تركمانية تدعى قازلي، قدموا من أيام حزب الاتحاد والترقي التركي قديما. تتبع إداريا محافظة حلب منطقة عزاز ناحية صوران. تعرضت القرية للعديد من سياسات التغيير الديمغرافي، أولها أثناء الاحتلال العثماني وبعد انقسام كردستان ورسم الحدود. بدأت سياسة التعريب ثانيا، وتم منع التكلم بغير اللغة العربية في المدارس وفي سجلات النفوس أي دوائر الأحوال المدنية. تم منع تسجيل الأسماء الكردية. كان ذلك من أحد أسباب تركهم للغتهم الأم، والآن يتكلمون اللغتين التركمانية والعربية، لكنهم لم ينسوا ولم يتخلوا عن أصولهم الكردية. عدد سكان القرية حوالي 550 شخصا، ومساحة القرية 1400 هكتار. تبعد عن حلب شمالا 55 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 18 كيلومتر، وعن ناحية صوران شمالا 8 كيلومتر، وعن حدود شمال كردستان أو تركيا جنوبا 5 كيلومتر. تمر من القرية أيضا من الجهة الغربية نهر قويق، ويوجد جسر يسمى الجسر الأسود. بنيت القرية على مرتفع عالي على شكل تلة. القرية غنية بتربتها ووفرة المياه الجوفية. تشتهر أيضا بزراعة القمح المروي والبعلي والشعير والعدس والفول والحمص والخضروات الصيفية، البصل والبطاطا، ومساحات من كروم العنب والتين والزيتون والفستق الحلبي. أيضا يعتمدون على تربية الأغنام والماعز والبقر وتربية الدجاج البلدي. معظم شباب القرية كان يعمل بعد الزراعة في حلب بورشات الخياطة ومصانع الأحذية وتصليح السيارات. لكن أثناء الاشتباكات في حلب بين النظام والفصائل المعارضة، عاد أهالي القرية من حلب إلى قريتهم وبدأوا بأعمالهم من جديد، ولكن لم يسلموا من ويلات هذه الحرب التي ضربت البلاد خاصة في الريف الشمالي. في العام 2014 أثناء خروج داعش من بين الفصائل المعارضة ودخول أمراء مدربين في معسكرات داخل الأراضي التركية وأيضا من كافة أنحاء العالم، بدأت مسرحيات بينهم لمدة شهر بين كر وفر ونشوب معارك في وسط القرية، حتى تم تدمير نسبة 80% من بيوت القرية. خرج الأهالي إلى الأعراء وتم تهجير نسبة 50% إلى داخل تركيا ومنها إلى أوروبا. البقية عادوا إلى القرية وبدأوا ببناء غرف جديدة، ولكن لم يسلموا من شر داعش من خطف وجرهم إلى سجون، ولا زال مصير أكثر من شخص مجهولا حتى هذه اللحظة. في بداية العام 2017 عادت المسرحيات من جديد باتفاقية بين داعش والأتراك، وانسحب قسم من داعش إلى مناطق شرق حلب، وانضمام قسم آخر إلى الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية وقيادات من الفصائل التركمانية. وبدأت معاناة الأهالي من جديد من خطف وطلب فدية مالية. الهدف منه كان تفريغ القرية وتسكين عوائل أغراب وتغيير ديموغرافية القرية. المعاناة مستمرة حتى الآن من استيلاء على بيوت وأملاك الأهالي وبناء مستوطنات عليها، وفرض اللغة التركية والتعامل باللغة التركية. وصلتني هذه المعلومات من السيد محمد الأحمد، أحد أبناء المنطقة، له جزيل الشكر، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.